فكك بقى من جو الاقي شغفي عشان اشتغل عشان في الاخر هتشحت. انا جاي لك من هناك وبقول لك الكلام ده. لو فاكر انك هتشتغل بشغفك او هتستنى تلاقيه عشان تشتغل بيه، فانت كده عملت زي بوحة الصباح، سلخ قبل ما يذبح. تعال اقول لك تعمل ايه علشان تلاقي شغفك في شغلك. شوف يا صديقي، اغلبنا اتربى انه يشتغل اي حاجه تيجي في وشه عشان الفلوس، وبعد كده بنبقى عاملين زي اللي بيلف في الساقي، وكمان بنشتكي من ضغوط الشغل، لا عارفين ننبسط ولا عارفين نسيب الشغل ولا عارفين احنا عايزين ايه. اما اصحابنا بتوع الشغف دول بقى بيقعدوا يدوروا على شغفهم وفي الاخر بيشحتوا عليه، وبرضه هيتعبوا علشان هيضطروا يشتغلوا اي حاجه عشان ما يشحتوش. طب ليه بقى؟ ما تعرف الوظيفه المناسبه ليك ولشخصيتك، وده انا قلته لك قبل كده في فيديو ازاي تختار الوظيفه المناسبه ليك، ومنها ابدا شق طريقك. هتقول لي انت دلوقتي طب وشغفي يا عم الحاج انت نسيت ولا ايه؟ او شغفك ده بقى انت هتكتشفه وانت ماشي في طريقك وفي كاريرك اللي انت اخترته لنفسك ومحدش اختاره لك، وساعتها هتعمل حاجه من الاثنين، يا هتاكل منه عيش يا هيكون معاك بالتوازي مع شغلك، وده اللي هيعمل لك التوازن في حياتك. وممكن بعد فتره بقى من الخبره انت تعمل الميكس ده. اهم حاجه تعرفها انك بتقابل شغفك وانت ماشي في طريقك، مش بتستناه على القهوه وتوقف حياتك عليه. صحيح، هسيب لك في الكومنتس الفيديو ازاي تختار الوظيفه المناسبه ليك، مهم تشوفه. وما تنساش بقى تقول لي انت في اي مرحله من اللي قلنا عليهم من شويه، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.